طيب بصوا يا جماعه، البنات المحجبات دلوقتي اتقسموا فريقين. فريق بيغير الحجاب العادي وبيقلبه خمار، والفريق التاني بيقلع الطرحه خالص نهائي، بيلبس الطرحه بيقلبها خمار. ده تمام والحمد لله وربنا يهديه ويثبته. تمام. الفريق اللي بيقلع بقى خالص، تمام، انا مش داخله اقول ايه اصل انتوا مش عارفه مين وفيكوا ايه وبتاع. ربنا بيهدي من يشاء وبيثبت من يشاء وكلنا خطائين وكلنا بنغلط وبنقع وبنرجع نقف. الدنيا ماشيه تمام. بس اللي انا جايه اكلمكم فيه دلوقتي، انا مش جايه اتكلم لا على دول ولا جايه اتكلم على دول، انا بتكلم على الطبقه المطحونه في النص، المهم البنات اللي هم لابسين حجاب عادي، اللي هو معنى صح حجاب هشك بشك. وبالمناسبه انا كنت واحده منهم. تمام. طيب ايه الدنيا؟ بصوا يا جماعه، اي واحده لابسه حجاب هشك بشك، اللي انا كنت واحده منهم برضو. انا جايه اقول لك حاجه. اولا انت اوعى حد يقنعك انك لازم تقلعي الطرحه، ما تقلعيهاش. لابسه هشك بشك، استمري هشك بشك، بس ما تقلعيش الطرحه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت خلي دماغك دلوقتي، انت واحده بتجاهدي زي اللي بيجاهدوا في سبيل الله. هتقولي يا الجهاد ده يعني لازم تكوني عامله وبتحاربي لا لا، انك لابسه طرحه وانت واقفه في نص السكه وانت محتفظه بحته طرحه او حته قماشه على راسك ورقبتك باينه وايدك باينه والكلام ده كله، وانت حاسه ان انا يعني انا دلوقتي انا كده مش كامله، واكيد عند ربنا ان انا مش احسن حاجه فاقلع الحجاب احسن. ما تقلعيش، اتمسكي بيها. هي اي كلام وهي هشك بشك. وانا هنا بقولك، انا جايلك من المستقبل بقولك امسكي فيها، لان دي انت بتجاهدي بيها نفسك، بتجاهدي بيها الشيطان، بتجاهدي بيها المجتمع. انت في حرب البنات دي، وانا كنت واحده منهم. لا انت عارفه تروحي مع الصالحين اللي ربنا مثبتهم في الحجاب ولبس خمار، ولا انت عارفه تبقي زي اللي هم قالعين خالص. فانت في النص، انت بين دينك وبين الدنيا، وده صعب. دي في حاجه ذاتها حاجه صعبه جدا. فانت خدي بالك، امسكي في الطرحه اللي هي شايفاها اي كلام دي. تمام. وخلي دايما في نيتك كده، يا رب انا همسك في دي. تمام. لعلها يا رب في يوم من الايام توصلني لحاجه احسن من كده. تمام. وحط في دماغك احنا يا جماعه بنتقدم مش بنتاخر. قولي كده، انا بتقدم مش بتاخر. انا ايه التقديم بتاعي؟ ان انا اعدل من الطرحه بتاعتي، ان انا ابتدي اغطي رقبتي، ان انا ابتدي البس بتاع ده. هو ده التقدم بتاعك. تمام. ما ترجعيش ورا، ترجعي ورا وتقلعي الطرحه ليه؟ ما تعمليش كده. تمام. فدي نصيحتي لاي بنت طرحتها هشك بشك، وانا كنت واحده منهم بالمناسبه، عشان محدش يدخل يقول لي كاني وماني. لا، ده جهاد. انت بتجاهدي مع ربنا، وانت تحاولي انت لازم تبقي فاهمه ده. انت في حرب شديده بين الدنيا، نفسي ان انت تبقي كويسه ونفسي انت تلبسي احسن، وفي نفس الوقت انت الدنيا واخداكي وهتتجنني، والبنات اللي طالعين بشعرهم، البنات اللي بيقلعوا، والبنات اللي حواليكي، ونظره المجتمع للمحجبات، ونظره المجتمع اللي شعرها احسن وافضل. طبعا هيبصوا لها احسن وافضل، وانت مودرن وانت متقدمه وانت، لكن دي راجعه لورا. ما تهتميش. امسكي في حته البتاع اللي انت لابساها دي، امسكي فيها حتى لو هي مش احسن حاجه. انت بتجاهدي، واعتبري نفسك انت واحده بتحارب، انت محاربه. امسكي في حته القماشه ايتها المحاربه. ما تخليش حد يضحك عليكي، محدش يقولك ايه لا الحجاب احسن، محدش يقولك انت لا محصله ده ولا محصله ده. مالكيش دعوه. استمري وحط في دماغك انا بتقدم، انا هتقدم، انا لسه في المرحله دي، بس انا الايه ان انا كده اللي انا عايزه اعمله، ان انا عايزه اطلع فوق خطوه وعايزه اتقدم. انا لسه هنا بس انا هتقدم. مسيري ان شاء الله في يوم من الايام هتقدم. يمكن تموتي وانت في نيتك ان انت عايزه تغيري، فيمكن ربنا يجازيكي خير. انت ايه اللي عرفك ما تعرفيش؟ خلي نيتك ان انت انا همشي احسن لقدام، وان انا نيتي ان انا اغير ده. الله ان شاء الله ربنا يهديكي ويهدي كل البنات. امين امين يا رب العالمين. باي باي.